انا مغربيه ومسيحيه حتى الموت. الا غادي نهضر على رمضان من الناحيه الدينيه فبالنسبه لي ما كيعني والو، حيت ما كنصوموش. كلشي سالينا، فهمتي كاع مشاكلنا كمغاربه ساليناهم، بقى لنا غير شي مسلمين يخرجوا يقولوا لك حنا مسيحيين، تيو حنا مالنا، علاش تعاودوا لنا هادشي؟ اصدقاء بغاو ولا تبارطاجوا لي الفيديو هذا توصل لوزاره الاوقاف، اوقاف الشؤون الاسلاميه، يقولوا لهادو يديوها في شؤونهم وما يخرجوش لنا العنان يقولوا لنا حنا مسيحيين قلبنا للاسلام. راه كاينين دراري صغار تيتانسبيريو من هذا الشيء هذا. ويلي واش بغيتو نبداو نضربوا الطاسه في الشوارع؟ بغيتو نوليو مسيحيين؟ في بنادم عنده الايمان شويه ضعيف، ربي يبقى عندنا هنا والرسول هنا، ربي ما تيولدش، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هذا هو راه بايبل. رمضان يا رمضان، ملي كيقرب يدخل رمضان كتشوف عباد الله كتجري وتجاري، العيالات هازين هم الشقا والطياب والتوجاد، والرجال هازين هم المصروف، والدراري فرحانين مع بعضياتهم، اللي غادي يصوم المره الاولى واللي كيعجبو يبان على صحابو حيت صام النهار كامل وما كلا والو واخا باقي صغير. وزيد بزاف الحوايج كنشوفوهم في الايام القليله اللي كتسبق رمضان وحتى في ايام رمضان براسو. اليوم بغيت نعاود لك انا كمسيحيه كيفاش كنشوف رمضان واش كندير في رمضان. كنعقل ملي كنت صغيره وانت مسيحيه وانت بيا مني مسيحيه، علاش موجده الشباكيه والحريره وداكشي؟ هذا بالي اصدقاء مرض، هذول اللي تيقلبوا سميتو من هنا لهنا تيبان لي مرض. باش كنعرف باللي رمضان قريب يدخل هي ملي كنشم الريحه ديال الشباكيه في الحومه وانا راجعه من المدرسه، ولا الريحه ديال الطحين كيتحمر الصفوف ولا الزميطه ولا سلو كلها واش كيقول ليه، ولا ملي كنمشي نتسخر عند العطار وكنشوف الصف ديال عباد الله واقفين ما كان عبر ليا واحد نص كيلو ديال اللوز او واحد كيلو ديال الزنجلان. المهم في رمضان كينوض الرواج عند العطاره والبياعه، وملي كيدخل رمضان كتسمع السكات والسقيله في الصباح، ومع الظهر كتبدا تسمع الصفاره ديال الكوكوت، وشويه كتبدا الريحه ديال الحريره كتعلى في الزناقي حتى الوقت الفطور. وما نساش شحال كانت كتعجبني الموسيقى ديال الطرب الاندلسي اللي كانت كدار وباقيه كدار في التلفزيون مع واحد الزلافه هاد الحريره والشباكيه في اليد، يا سلام جاني الجوع. المهم هادشي زوين وكيلصق في ذكريات الطفوله وكيخلي الارتباط برمضان يكون قوي. واش برمضان يكون قوي؟ الا غادي نهضر على رمضان من الناحيه الدينيه فبالنسبه لي ما كيعني والو، حيت ما كنصوموش وما كنديرش اي حاجه من مظاهر التعبد اللي كتكون فيه بحال الصلوات الخمس ولا الصلاه ديال التراويح ولا النوض السحور ولا اي حاجه اخرى. حيت رمضان من الناحيه الدينيه ما كيعني ليا اي حاجه بخلاف المظاهر الثقافيه اللي كنت عاودت لكم عليها في الاول. رمضان يا اختي يا هاد العبيله اسمعي، رمضان هو دواء اول حاجه، هو وقايه من الامراض. حتى المسيحيين دابا عرفوا ان ربي ما دارش الصوم غير هكاك، هو دواء كيف قلت لك، هو وقايه من الامراض وشهر للصدقه والتعبد وفعل الخير. وفعل الخير ما تيكونش غير في رمضان وصافي، ولكن علينا بالصدقه في العام كامل في جميع اشهر ديال السنه. الا ما كانت يعني ليك حتى شي حاجه فحنا كمغاربه مسلمين فكيعني لنا بزاف، تيطهرنا وتنتقربوا من الله فيه مزيان. وراي الشخصي ديالك نحترمه، ولكن من الاحسن تخلي عندك. حنا ما نديرو بهذا الشيء هذا. انت كمسيحيه مغاربيه اش تجي تقول علينا؟ سيري دبر راسك، شكون ضايقك؟ ياك نتوما تديروا تعبد في الدار ما يمكنكم تدخلوا الكنيسه حيت نتوما مغاربه، دونك علاش تجيو تقولوا علينا باغيين تعصبونا ولا شنو هذا؟ ولا الله يجازيكم بخير ما ديروش لنا بحال هكا، ما تبقاوش تستفزونا اللي منا يجي لينا واللي منهم يسمعوا التخبير. زيدي. ولكن مع ذلك هذا ما منعش باش يكون عندي شويه ديال الصراع بين ايمان المسيحيه والتزامها بدينها وايمان المغربيه والتزامها بطقوس وعادات مجتمعها. ما بغيتش نعزل راسي على المجتمع ديالي وعلى الاجواء اللي كيعيشها، وفي نفس الوقت ما نساومش على ايماني وما نتنازلش عليه. كان ضروري نكون واضحه مع راسي وفاهمه بالضبط اش واقع باش نقدر نصنع ليا جو مناسب بلا ما نفرط في تقاليدنا وعاداتنا ولا ايماني بالسيد المسيح. دابا هادي شوف هادي شتي تقول دابا هي خايفه انها تفقد الثقافه، ولكن ما خايفاش ان سيدي ربي كيشوفك انك بدلتي الديانه ديالك من ديانه صحيحه لديانه غلطه. هذه هي الهضره. كيفاش عيسى ابن الله انت تتامني على ان الله عنده ولد؟ هذا هو ماشي البايبل راه منقول كامل من القران. وبالتالي كنفطر في الصباح عادي، والغدا الا تصابت في الدار كنتغدى او كنعدي باي حاجه، وبالطبع في وقت المغرب كنت كنحاول نوجد الطبله ديال الفطور بقدر المستطاع. ومن بعد كيبدا العصير على المسلسلات والكاميرا خفيه وكاع دوك البرامج اللي كتعجبنا.
بزاف د المرات كنت كنقول ماشي ضروري نحط الطبله في الوقت ديال المغرب ونتسنى حتى يبدل، عاد نبدا ناكل، ولكن ديما كنت كنفكر على الاقل يكون قريب شويه للوقت، لان بعض المرات يقدر يجي عندك اي واحد صايم وكيتوقع غادي يلقى الفطور اكيد موجود. فباش نكون موجوده وبلا احراج كنت على الاقل كنقرب لوقت الاذان. كنظن ان معظم المغاربه اللي ما كيصوموش سواء على اساس صحي ولا ديني كيديروا بحال هكا، حيت حنا في الاخر مغاربه وكنبغيو الجمعه ديال الطبله ديال الماكله والنشاط مع بعضياتنا. اما بالنسبه للصيام عندنا كمسيحيين فهو ماشي شي حاجه واجبه، لكن الانجيل كيعلمنا بانه شي حاجه مزيانه ومفيده الا قدرتي عليها صحيا، خصوصا الا كنا قدام شي قرار مهم في حياتنا وباغيين ربي يرشدنا فيه. دابا انت الانجيل نصحك وقال لك على ان الصوم شي حاجه مزيانه وما درتيش به وربي باش قال لك ان الاسلام هو دين حق، هو الدين الحقيقي، ما درتيش به. انت ما عرفاش شنو شاده، انت متناقضه دابا مع راساتك، بدلتي دينك وديري بدينك، مستغيسيه انت، مستغيسيه فيك سريسه، انت باينه فيك. الصيام كذلك ما عندوش وقت محدد او لا شكل واحد، بحال مثلا نقدر نصوم على الماكله ونشرب الماء، وماشي دائما ملي كنقول الصوم كنفكروا اوتوماتيكمون في الامتناع على الماكله والشرب، لكن بالنسبه لنا احنا المسيحيين هو اكثر. بالنسبه لنا هو الامتناع على اي حاجه اللي كتشغلنا وكتشتت انتباهنا على الله. مثلا نقدر نصوم على التلفزيون، الا كان التلفزيون كياخذ وقت كبير في حياتي وكيشتت تركيزي على الله، ممكن التليفون او اي حاجه. كل واحد عارف شنو اللي كيشغلو وكيبعدو على الله. المهم هو انني نخصص وقت معين. ربي ما قالش لنا صوموا على باش نتقربوا من الله، اويلي راه فيه منفعه للذات، وطبيعه الحال تقربوا من الله، ماشي حنا ما نديرش تصومي باش تتصومي على كاغير، علاش تيشغلك باش ما تقربش من الله. الايمان راه في القلب، الايمان راه في القلب، والله راه في القلب مهما حصل ومهما جرى. سولوه هي داك الغيب، سولوه. كنمنع على راسي شي حوايج باش نعطي وقت اكثر للصلاه والعباده لله. الصيام الغرض منه كذلك ماشي باش نبانو قدام الناس باننا صايمين ومتقيين الله، ولكن السيد المسيح كيعلمنا اننا ملي نصوموا نتهلاو في حالتنا ونبانو بحال كاع الايام العاديه، باش الناس ما يعرفوناش صايمين، باش ما يقولوش ما يكونش حتى صيامنا سبب افتخار لينا وطريقه نبانو بها على الناس. طريقه نبانو بها على الناس اننا مؤمنين ومتقي الله وزعما رحنا ناس معقولين. كتخشي الهضره للمسلمين، زعما حنا تنصوموا على ود باش نبانو قدام الناس. هاد الناس تيعطيونا اختي خالتي تيتعصبوا هاد النوع. الا قلتي لهم خالتي الوالده، لا والده مسلمه، بالعكس مهم عندنا اننا ما نبانوش صايمين، حيت الله هو اللي خصو يعرفنا واش صايمين ولا لا. وحيت الصيام في الحقيقه هو شي حاجه كنديروها بيننا وبينه، ووقت فين نعبروا ليه على الحب ديالنا ليه واحتياجنا ليه. ودابا غنخليكم مع هاد الزلافه ديال الحريره، انا مغربيه ومسيحيه حتى الموت كاع، واخا دعينا معاك الهدايه يا ربي تهديك. كاين لا انت اللي في بالك ترى ما احنا ماشي سوقنا، فهمتي؟ حنا ماشي سوقنا تكون مسيحيه ولا ملحده ولا كذا، هادشي ما يضرناش. ولكن الوقت يضرنا هي باش يبداو يخرجوا بحال هادو يديروا فيديوهات. منين انت مسيحيه ومعتنقه الاسلام وبدلتي الاسلام، ومعتنقه المسيحيه وبدلتي الاسلام بالمسيحيه، علاش تجي تبرزطوا لنا في راسنا؟ خليونا هانيين طرونكيل. حنا باغيين نبقاو مسلمين حتى الموت، ولكن ما تنجيوش نقول لكم حنا مسلمين ونبقاو مسلمين. صافي بدلتي داكشي، سير الله يسهل عليك. انت غتقلبي على شي تفليقه سير راسك شويه. راه بحال قلتي لنا انايا جاي تقولها للعنان، راه كاينين دراري صغار باغيين تيتفرجوا فيكم، تيسمعوا فيديوهاتكم. الله يهديك اختي، سير رجعي لكوزينتك ونينا شي شويه. اصدقاء الله في راسكم، هادو رجعوا الاسلام ما يتبدلش صراحه، غنبقاو مسلمين واخا تنعصيو الله وكذا، ولكن غنبقاو مسلمين ربي في القلب، ما تناديوش يعبد الله حنا. الله يهدينا جميعا. يا اصدقاء تشاو ميكو، اصدقاء مسيحيه مغربيه،